بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم مع بعض عن مفردات خط النسخ. مفردات خط النسخ نشوف مع بعض كده. بسم الله. طبعا يا جماعة لازم أظبط الكراسة على إيدي وأبتدي إن أنا أمسك القلم بالطريقة صحيحة وأبتدي أكتب بالطريقة دي. شوف كده مع بعض. حرف الألف خط النسخ خط مستقيم بين السطرين كمان من فوق لتحت. طبعا ديت حرف الألف المتصل يا جماعة. ده حرف الألف الأول المفرد وده حرف الألف المتصل. طبعا حرف الألف في حالتين اتنين بس، مفرد ومتصل. هنا حرف الباء على حسابي برضه بلف بطلع على حرف ألف بالشكل ده. حرف الباء برضه ممكن أوسعه بالشكل ده مع الضيق أو واسعة. الباء باء أو الباء عملناها والباء التانية بركبها بالشكل كده أهيت. هنا الجزء ده في فراغ بينه وبين السطر وهي شكل كسرة في الخط كده بالشكل ده، مش سنة مجربة. الباء مع الجيم احنا قلنا قبل كده ان شكل مش كتابة ان نعمل سنة زي الباء بين اركب عليها حرف الجيم بالشكل ده. ماشي، ادي حرف الباء جيم. وممكن الشكل التاني هو شكل القنطرة بالشكل دوت. ده الشكل طبعا في احتراف في زي ده. الباء جيم برضو. الباء دال، ادي الباء مع الدال اهيت، بطلع فوق بجيم واروح واخد حركة الدال اهيت أعلى من بداية حرف الباء يا جماعة. انتوا شايفين كده. الباء راء، الباء راء اهيت، بعملها حرف باء عادي جدا وبركب عليها حرف راء بالشكل ده. ادي الباء برضو لها شكل تاني، الباء راء، وادي لها شكل ثالث الباء مع الراء هي الراء الثعبانية بالشكل ده برضو. الشكل الرابع الباء الكشيدة مع الراء بالشكل ده. الباء مع السين برفع نقطة مقاوسة كده، سن المقاوسة وراها السين اهي بركب عليها السين بالشكل دوت، سن 2 3. طبعا المسافة بين السنة الأولى والتانية أقل من المسافة بين التانية والكسر. الباء صاد، حرف الصاد طبعا بيركب فوق الباء يا جماعة انتوا شايفين كده، حرف الصاد. الباء طاء بالشكل ده برضو. الطاء بركب فيها كده فوق الباء كده على السخانة بتاعتها بالشكل ده. ادي الباء طاء، القلب بتاع الطاء بالشكل ده. بعد كده الباء عين، الباء بطلع فوق بمشي ناحية الشمال سنة، برجع ناحية اليمين تاني مثلث واروح نازل واخد الكاسة بتاعت العين. الباء فاء بطلع بشكل مستقيم، بعدين بقى اكسر، بعدين باخد الباء حرف باء يا جماعة الفاء جسم حرف باء بالشكل ده. الباء قاف على السطر ما مش على السطر، اروح نازل بالشكل دوت واروح واخد القاف كاسة تحت السطر يا جماعة. اتفقنا ان الفاء حوض والقاف كاسة. الباء كاف ادي زي الباء الف بالظبط. بعد كده باخد اتساع حرف الباء والإشارة بتاعت الكاف. الباء لام، اللام بتاعها نازلة تحت السطر بالشكل ده. انتوا ملاحظين ان انا مرتكز على السطر كله يا جماعة بحرف الباء. ادي الباء ميم اهيت، بطلع وبرجع اهيت كذا الديل بتاعها. باء ميم بالشكل تاني اهوت ونازل بالشكل ده. الباء ميم اللي هي مقفولة بالشكل ده برضو. الباء ميم وناخد الكاسة بتاعت اليمين اهيت، عرفوا الباء ميم اهيت. الباء هاء شكل الانجليزي او حرف بي كابتة بالشكل ده. وادي الهاء المنتهية بالشكل ده، الوسطية والمنتهى. الباء واو اهيت. الباء ياء
بالشكل ده، والباقي راجع بالشكل ده، الشكل راجع ده كده برضه من كده سهلت النسخ، والباقي لم ألف بالشكل دوت أهي. طبعا يا جماعة الكتابة بسيطة جدا وبطريقة جميلة جدا وسهلة جدا، ويا ريت نطبق الحاجات ديت عشان نستفاد منها. ويا ريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة يا جماعة، ودعم المحتوى المفيد عشان إن شاء الله بإذن الله نفيد الناس كلها. أدي الحروف الأبجدية أو حرف الباء مع الحروف الأبجدية في خط النسخ بطريقة سهلة، طريقة جميلة. إن عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة يا جماعة. يا جماعة ادعموا المحتوى المفيد، ادعموا المحتوى المفيد. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.